السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آدم الناس يعود للتسجيل ويقود فريقه للفوز على النصر السعودي، وهذا ما جعل جماهير السد القطري تمدح اللاعب كثيرا. شاهد الفيديو للأخير لتعرف جميع التفاصيل، ولا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. تمكن آدم الناس من قيادة فريقه السد القطري لتحقيق الفوز على النصر السعودي في آخر الدقائق في دوري أبطال آسيا للنخبة. آدم الناس دخل في الدقيقة 66 وقدم دقائق رائعة جدا، ما جعل مشجعي السد القطري يمدحونه كثيرا. أحد المدونين على موقع إكس كتب: يا جماعة، واللي يعرف حد من الإدارة يبلغهم آدم الناس ضروري يتسجل محليا. يا جماعة، ترى مع دخوله ساعد السد يمسك الكرة وساهم بالهدف. آدم الناس لو جاهز ما يقل عن أكرم عفيف، إذا مش أحسن منه كإمكانيات فردية. آدم الناس صفقة عظيمة للسد وخامة نادرة كإمكانيات فردية، الله يوفقه معنا. مدون آخر مدح فريقه ثم قال: آدم الناس سيكون أحد أفضل لاعبي هذه النسخة، شيئا فشيئا سيأخذ وضعه بالفريق، خصوصا إذا تم تسجيله محليا. أحد المدونين طالب ناديه بالإسراع في تسجيل آدم الناس وقال: آدم الناس لازم يتسجل محليا بأي شكل، لازم يكون جاهز. لو ما تسجل محليا راح تكون جريمة، بلا إصابات بلا بطيخ. عندكم 3 شهور للدور السادس عشر. لو ما تسجل والناس في أقرب وقت محليا مصيبة والله. وآخر مدون كتب مازحا: آدم الناس دعس فريق رونالدو اليوفي وهو مع نابولي. آدم الناس دعس فريق رونالدو النصر مع السد. كابوس.